ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى ناخد بقى فسحتنا الجميله كده في راس البر. قعدت اسبوع بس ما صورتش كتير. آه، ده محمد ابني ماشي كده ايه مصمم يمشي من غير شبشب في رجليه في المكان بقى اللي احنا نمشي بيه كده عند البحر. هو قلع كده وما شايف العيال ماشيين كده، فهو كمان عايز يمشي زيهم. ده ما كانش اول يوم، ده كان تالت يوم تقريبا. كان اول يوم بقى كانت الموجة مغرقة الحتة اللي انا بصور فيها دي، كانت مليانة مية. كانت الموجة شديدة جدا وكان الجو صعب جدا جدا هناك. اول 3 ايام دول يعني في المية كده، لكن الهوا والكلام ده كان حلو. شايفين بقى البحر كده وجماله. تحفة تحفة، انا مش عايزة اقول لكم انا وعيالي جايين عاملين ازاي من هناك. يعني كنا بننزل المية كده يعني بعد العصر. ومش عارفه انا لوني عمل كده ليه، يعني بصراحه انا بخاف ابص لنفسي في المرايه وربنا من كتر اللي انا فيه، يعني انا اسمريت جدا جدا. شايفين بقى؟ انت فين يا غاليه وانا اجيلك تاني؟ الميه اصلا شكلها مغري كده. كان نفسي اصور عيالي هما في الميه، بس ايه بقى، بس ما عرفتش اصور لان كنت بخاف على الموبايل بصراحه. جو جميل قوي وممتع. انا كاتمه الصوت عشان بقى في اغاني وفي زمامير وفي حاجات كده، وفي برضك في اخر الفيديو، يعني في المقطع بقى اللي جاي بعد كده اغاني بقى وكلام من ده. كان نفسي والله اسيب بس حقوق الطبع والنشر بقى. انا عارفه اللي هي رخمه اول ما اقعد انا اتكلم كده، لو كان هيبقى صوت كان هيبقى احلى. بس دوشه جامده جدا، وكمان الاغاني بقى وحقوق طبع ونشر والكلام ده. دي بقى كانت الموجه هاديه وكانت جميله. كانت حلوه قوي بصراحه. لو كان قبل كده كانت الموجه صعبه. اهم حاجه يا حبايب قلبي بقى كلكم تصلوا على النبي، واللي ما راحش راس البر يروح. جميله والله، انا ما برتاحش اصلا الا في راس البر. منظر المية بجد رهيب. اول كام يوم بقى ما كنتش تعرفي اصلا تقفي على الشط كده، والله كانت الموجة كانت رهيبة. شايفين بقى ده شارع النيل بقى؟ شفتوا بقى الحاجات الرهيبة دي؟ ممتع بصراحة، ممتع المشي كده بالليل كده. بس مبقاش معاك عيالك الصغيرين النكديين دول، يعني عيالي دول يزن كان فرفوش شوية. يزن يعني هو اتشال وسكت وخلاص. محمد ابني بقى يعني تحسه ايه اللي هو انا كنت برضعه عيط وهو صغير، اقسم بالله هو ماشي كده عمال يعيط بس بيعملش حاجة غير اللي هو يعيط. كنت بقى انا واخوات يوسف اخته واخت يوسف واخوه، كنا احنا التلاتة يعني مع بعض في المصيف. دي الملاهي برضو اللي في شارع النيل. العيال برضو دخلوا اتمرجحوا، بس انا ما عرفتش اصور. انا ما صورتش كتير عشان يعني الناس شايفين الزحمه كده، فانا مش عايزه يعني ايه اجرح حد واصور وكده. انا كنت مصوره المقاطع دي والله كده، انا كنت ايه مكسوفه من الناس اللي انا بصورهم وكده. بس انا والله كنت بحاول على قد ما اقدر ما اجيبش الناس دي يعني. شايفين انا عماله برفع فوق، بس الناس اللي طوال بقى مش عارفه اجيبهم إيه، مش عارفه. الملاهي دي بقى انا كنت قاعده على الرصيف دوت، وكان يوسف بقى والعيال بيتمرجحوا. شايفين يا جماعه والله العظيم يعني تحفه تحفه. يعني كان يوسف بيقول لي احنا ده عمو تامر جوز اخت يوسف، ويوسف وابن اخت يوسف وكده يعني. ويزن ابن عامل ازاي؟ يزن بقى ايه؟ بقى كحلي. شايفين محمد ابني يا جماعة تعبان اوي، بيكح كحة فظيعة. عيالي بقى كان مرعوبين من الدبدوب ده، مرعوبين. والاخر محمد خد عليه بقى شوية. شايفين يزن؟ مرعوبين منه.
انا يزن بقى، ويزن كان مرعوب، ومحمد كمان عيط عيط، يعني انا طول الوقت مقطع محمد كده بقى ماسك اللبانه وخلاص حبه خلاص. في الاول كان عمال يعيط منه جامد. شفت يزن عامل ازاي؟ يزن كده اسمر خالص. كده بقى بعد ما محمد خد على الدب. شايفين بقى؟ يا خرابي يا خرابي على المنظر ده، تحفه تحفه. وانا طبعا يعني كالعاده معرفتش استمتع بالجو ده، واقعد كده سرحانه كده مع نفسي. انا قاعده ماسكه ده وخايفه يقع، وماسكه ده وخايفه يقع وكده يعني، ومركزه بقى مع عيالي جامد. ان يوسف بيقول لي مش هنعرف نروح راس البر دي الا لما يبقوا بقى عيالنا كبار، يعني مش هنستمتع بيها كده الا لما يكون عيالنا ايه يعني، دول كبروا وفيهم شويه. يا جماله يا جماله. انا بالنسبه لي راس البر دي المتعه اللي هي بتاعت بالليل دي، الخروجات بتاعت بالليل. انا بحب الخروجات بتاعت بالليل قوي. يعني انا فوتت يوم كده وما خرجتش، كنت تعبانه وما خرجتش انا ويوسف. كنت حاسه ان انا ايه، اكن عملت حاجه ما حصلتش. يعني كنا نزلنا البحر وكده وما خرجناش بقى بالليل، فحسيت ان انا ايه ده يا ولاد. شايفين بقى المراكب بقى وكده، واغاني بقى وجو جميل قوي قوي بقى، وتسقيف ورقص جميله والله. زحمه يا جماعه، الناس كتير قوي قوي، شايفين الناس. على فكره يعني شفتوا محمد ده بيعيط عشان الدبدوب شاله. يا خرابي. كئيب كئيب كئيب. تأذن بقى حد يشن من هنا. يا جبان. روان دي بنت ام ادهم، اخت يوسف، عماله يعني تمسك كده عشان يتجرأ شويه وهما جبنة. محمد كده بقى كان خد على على الدب خلاص. لازم اللي عمال يبربش بانه ازاي. يوسف بقى كده الاغاني شغاله كده ايه، وهو بقى هيقوم يرقص الوقت. يا سلام يا سلام، كان نفسي والله اسيب الاغاني شغاله، الاغاني جميل. يلا يا جماعه. كانت اغنيه ايه؟ مش عارفه كانت اغنيه ايه. ايه الحلوه اللي باعتني. دي بتاعت الحلوه اللي باعتني. محمد كده بيرقص مع مع الدب. لو بعد ما الراجل قلع الدب دوت، محمد بقى كل واقف جنبه دوت وايه سحبه خلاص. بس بقى محمد بوسني بوسني. هيفضل عامل له كده. اموت واعرف ام اللبانه دي بتعمل ايه يا محمد. بقول له محمد حط لايك، هيقوم الوقت عامل لايك. وده يا جماعه بقى معلش انا اسفه على الاضاءه الغامقه ديت، بس هو بقى اللي كان مضلم كده والله.
تحط لايك يا بلبان، احط لايك. ماسك اللبانة اوي. ده بقى كنا نزلنا من المركب بقى وخلاص بقى مروحين رايحين نقعد على البحر. انا ما صورتش المقطع بتاع البحر بقى، انزله لكم. صورته بس ما نزلتوش النهارده. هنزله لكم بقى في يوم تاني باذن الله. يلا يا حبايب قلبي بقى، اللي ما حطليش لايك يحط ويشتركوا لي في القناه عشان نكبر بيكوا كده. اسيبكم في رعايه الله يا حبايب قلبي، استمتعوا بقى بالمنظر الحلو ده. يلا يا حبايب قلبي، باي باي.